قنوات بي ان سبورتس في جولة جديدة من جولات تشامبيونز ليج دوري المجموعات، وهذه المجموعة الثانية. أولى الصور 30 من ملعب فيليكس هوفويت بواني في العاصمة الإيفوارية أبيجان. هذا الملعب الذي سيكون واحد من ملاعب الكان في مطلع السنة القادمة إن شاء الله. الوداد الرياضي سيحل بعد لحظات ضيفا ثقيلا على فريق لاسيك ميموزا، واحد من أكبر وأعرق الأندية على الصعيد القاري، رغم أنه غاب عن أجواء المنافسة في السنوات القليلة الماضية، لكن بوادر فريق منافس وبقوة ظهر من خلال مشاركة في الكاف في السنة الماضية عندما وصل إلى نصف النهائي، وأثبت ذلك من خلال التعادل المهم جدا على حساب نادي سيمبا تنزاني في دار السلام. نقطة ثمينة للاسيك يبحث عن الرابعة بينما الوداد الرياضي، ومباراة مداواة الجراحة العميقة التي تسبب فيها نادي جوانين جالاكسي البوتسواني المغمور، ولكن يتصدر المشهد على اعتبار أن جوانينغ هو المتزعم التأهل لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزهم على المنتخب 5 أمام لاسيك ميموزا في دور المجموعات، وقت فوز الموسم اللي وصل فيه الوداد للنهائي. بينما الكرة العرضية في صافرة قبل ذلك من الجابوني في ظل وجود وضعية تسلل. هذه ثانية هزيمة للوداد على الجهة اليسرى. نقلات هنا في خط الدفاع، زولا يعيدها للحارس هنا يوسف المطيع. هذه الكرات اللي تخوف صراحة، هذه الكرات اللي تلعب أكثر في الدار، اللي تلعب أكثر على مستوى حراسة المرمى. يظهر بعد وحمدو لم يأتي بعد، يبدو بأن حمدو الهوني لا زال في ليبيا ولا زال هناك مع نادي الترجي الرياضي التونسي في منشيخة، اللي سيكون عنده لقاء أمام فريق الوداد بحكم أن إدارة سيمبا تنزاني 2018. وأعتقد بأن المشهد ربما يتكرر مرة أخرى في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، منافسات دوري أبطال إفريقيا، والفريق اللي سبق له وفاز باللقب الماضية سواء في البطولة العربية أو في الدوري المغربي أو كذلك في لقاءات السوبر الإفريقي. كان الله في عون اللاعبين لأنه ليس من السهل بعض الأحيان هي الأسماء اللي ممكن تعول عليها في المباريات الكبيرة. كرة لعناصر فريق الوداد، ولكن المتابعة نعم من حارسي المرمى. فولي في نهاية المطاف الحكم يرفع الراية، وبالتالي وضعية تسلل وضربة حرة غير مباشرة فائدة الوداد. طبعا لما أقول اسماء اللي هو مدرب فريق الوداد انطلاقا من الجهه اليمنى، هذه ممكن والركنيه. نعم الركنيه تاتي هشام يا ابو سفيان، اول ركنيه لنادي الوداد الرياضي بعد ربع ساعه على بدايه المباراه. يحيى عطيه الله يسعى لتنفيذ هذه الركنيه مقوصه، ولكن حارس كل بساطه الوداد مشرف الكره المغربيه في السنوات الماضيه دائما. هنا الكره العرضيه ولا زالت الخطوره تلتفت يمينا وتلتفت يسارا، وتبحث من الانديه المغربيه التي تشر ثنائيه. هنا تغطيه دفاعيه، بعد ذلك رجعت مره اخرى. حتى الارقام تؤكد بان الوداد هو مصدر الفخر في دوري الابطال، بان الوداد هو فخر نعم للكره المغربيه في دوري ابطال افريقيا لاعب، ولكن نتكلم عن الجوده اكثر من الكم. هنا الكره العرضيه التغطيه الدفاعيه، بعد ذلك من الايجابيات بالنسبه لاداره الوداد. تريزور، ماذا سيفعل تريزور؟ الكره عاليه فقط. هناك طبعا شفنا قبل حين جوليان شوفالييه مدرب الفرنسي، ولكن شوفالييه ليس المدرب الوحيد الفرنسي اللي قاد نادي مرة أخرى. هنا التسديدة لكن عالية على مرمى في الكرة المغربية، بينما انطلاقة وعرضية والمتابعة بعد ذلك إلى الركنية. فيليب تروسييه اللي كان في فترة قصيرة على فكرة على رأس الإدارة ايفواريا. هنا الخطورة راقب وضعك يا دراوي، يقوم بالتغطية ممتاز. العادل الرمزي يتخوف أنه يدخل محروس في مباريات مصيرية ومباريات كبيرة. لا زالت ايفواريا، وصلت على الطرف الأيمن العرضية بالراس، والكرة مرت سلامات على مرمى الحارس يوسف المطيع بعد 32 دقيقة. الخطأ، وصلت الكرة للدراوي، يرفع الكرة في اتجاه البحري بالراس يا البحري. ممتاز يا الدراوي البحري في الارتقاء. الدراوي يظهر من خلال هذه الكرة الطولية، وفي نهاية المطاف البحري يزداد ركنية. نعم ثاني الركنيات للوداد الرياضي. نعم ومن يتقدم هذه المرة، هذه أول يسعى لتنفيذ هذه الركنية. حناش في القائمة الثاني، وبالراس
فيليكس وخطيرة وجول دفاعي فريق لاسيك ميموزا. محاولة المرور في خطأ. نعم، حكم يقول مخالفة لفائدة نادي الوداد الرياضي. سلامات أنس سرغات أسود الأطلس اللي زأرت في أبيجان، بينما كرة العرضية في هذا الملعب تحديدا. كمان هشام بوسفيان يتقدم. بوسفيان الكرة في العمق يا بوسفيان، يبحث عدو. قل لي بأنك أنت على خطأ وأنا موجود وأنا قادر أن أسجل التسديدة بعيدة تماما. هذه الكرة تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة هذا الوداد. يجب أن يبادر انطلاقة من الجهة اليمنى العرضية والتدخل من أمام لاسيك ميموزا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. يا المطيع مرة أخرى. إن شاء الله نبحث عن السرجعة في هذه المواجهة. بوسفيان ولكن طالت الكرة مباشرة إلى ضربة. يتغير نمط المباراة لأنه هذا الفطور لن يساعد الوداد. انطلاقة من الجهة اليسرى والتدخل جمال حركاسي وبعيد الكرة مباشرة إلى الركنية الأولى لفائدة نادي لاسيك. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية ثابتة تلعب ديال الركنية في القائم الثاني وزولا مع نادي الترجي الرياضي التونسي. الكرة العرضية من حمدو يرفعها وبالراس الشرقية البحري بعيدة تماما عن مرمى الحارس فولي. في نهاية المطاف تخرج إلى ضربة المرمى. مباراة اللاعبين في البطولة المغربية، يعني حاولنا قدر الإمكان حتى في برمجة الدوري المغربي أنه اللاعب يتعود على لعب مباراة كل 3 أيام ونجم في الطب، لأنه 31 سنة فقط. هنا الكرة العرضية صعبة هذه الكرة. الدفاع الكرة تبعد إلى نفس الشراسة والقوة البدنية الهائلة. الكرة تسديدة والعارضة إثر الركنية. أخطر كرة لفائدة نادي لاسيك ميموزا. لا زالت لعناصر هنا لاسيك في القائم الثاني. الخطورة بدأت تظهر. نحن من نعطي الفرصة للاسيك ميموزا ليضغط علينا. نحن من نترك الفرصة. يبدو بأنه ستكون دقائق صعبة في انتظار مدافع الوداد وحارس المرمى الوداد. وسيف الدين بوارا لا زال ينتظر هذا الثنائي دخول في هذه المباراة. هل شفتم أحناش في هذه المباراة؟ هل رأيتم إضافة أحناش في اللقاءات السابقة؟ أتمنى الإجابة. يعني فابريس أونداما كذلك. هنا كرة على الجهة اليسرى. يعني قارنوا بين هذا الجيل والجيل الحالي. هذا الجيل والأسماء اللي تلعب في هذه المباراة فرق كبير، فرق بين السماء. توالت الأسماء الكبيرة. هنا الانطلاقة من الجهة اليسرى العرضية لا ننسى اللي كانت عليه انتقادات نتحسر عليه الآن. هنا الكرة في الجهة اليسرى خطيرة والكرة بعد ذلك مرة جانبية. حتى مبينزا اللي كنا ننتقده نتحسر عليه نتمناه الآن. فريق كبير، فريق مرجعي، يجب أن تتحلى بالمسؤولية وتعرف بها محروس. كرة في الجهة اليسرى لمن تغطية بعد ذلك. حذاري وهي في هذه المباراة لو فريق آخر. هنا كرة خطيرة والمطيع بعد ذلك يتدخل. لازالت صعبة والهدف الأول لفائدة نادي لاسيك ميموزا. سيناريو كان منتظرا بالصورة التي شاهدنا عليها الوداد والتراجع للوداد الرياضي. إذا النتيجة تتغير وكاراموكو يسجل أول هدف لفائدة نادي لاسيك ميموزا بعد